دي كربوهيدرات. ونقول تاني كده في السريع، ادي سمبل كارب عباره عن مونو وعباره عن ضايع. تمام، ادي المونو متقسم لثلاث حاجات، والضايع عباره عن ثلاث حاجات. السكروز عباره عن جلوكوز وفركتوز. المالتوز عباره عن جلوكوز وجلوكوز. اللاكتوز عباره عن ايه؟ جلوكوز وجلاكتوز. تمام، ده كده ايه السمبل كارب. ده هنا كل اللي قلناه ان الكومبلكس كارب عباره عن حاجتين، الاوليجوساكرايدز والبوليساكرايدز. الاوليجوساكرايدز ان هو مختلف عن الضايع والمونو. الضايع هنا بيكونوا اثنين كده جنب بعض، لكن الاوليجوساكرايدز بيكون من 3 ل 10 مرتبطين ببعض، والبوليساكرايدز بيكون ايه 10 او اكتر مرتبطين ببعض. طيب ده كده الشكل بتاعنا، ودي شويه امثله. عشان كده كنت بقول لكم الجلايكوجين من ضمن البوليساكرايدز. يعني ايه؟ يعني احنا عندك مثال من اللي هو الامثله دي، اكزامبلز، اللي هو جلايكوجين. يعني جلوكوز جنب جلوكوز جنب جلوكوز جنب 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 كل ده بيشكل لك الايه؟ الجلايكوجين. تمام، فانت لما جسمك بيعمل عمليه ايه؟ هضم وامتصاص، ويبقى عندك جلوكوز كتير قوي في مجرى الدم، لما بيحصل عمليه الانابوليزم في الكبد ويبتدي ان هو يصنع لك الجلايكوجين اللي هو هيتخزن في العضلات او في الكبد، هو بياخد الجلوكوز ده كله وبيضمه لبعض وبيجمعه لبعض، بيكون بالشكل ده مرتبط اكتر من 10 جزيئات، وبيبقى اسمه ايه؟ بولي ساكرايدز، اللي هو ايه؟ الجلايكوجين، اللي هو ايه؟ اللي هو الحبيبات الكتير قوي من الجلوكوز. تمام.